مساء الخير يا شباب ميدل 3 عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنشتغل النهارده بقية الفيجن. بيجي 59 عندكم في كتاب التقييمات. معذرة عن الصوت بقى والبرد. هنشتغل نمبر 7 ونمبر 7 فيها غلطة. مكتوبة اصلا في الكتاب غلط، هي دي مفروض واي ودي زد، وهو بيقولي prove ان all ratios are equal to. طيب ممكن نعمل ايه عشان نثبت ان الريشيوز دي كلها equal to؟ هعمل لهم كلهم add، يعني y plus x plus x plus x تانية plus y، وتحت هيبقى x minus z plus y plus z. طبعا هنكنسل الزد مع الزد، هيبقى عندي كام y 2y، وعندي كام x 2x over x plus y أو y plus x. خلي دي 2x plus 2y عشان تبقى شبه اللي تحت، يبقى 2x plus 2y، وطبعا هتاخد 2 common factor، هيتبقى لك ايه x plus y، وتحت x plus y. عادي نكنسل x plus y مع x plus y، هتبقى equal to one of the given ratio. يبقى كل ال given ratios دي هتبقى ب2. اوكي، يا رب تكون سهلة عليكم. تعالوا نخش على نمبر 8 وعطيني values وعايز ال arithmetic mean بتاعها. فانا كل اللي هعمله هكتب ال values دي الاول هنا، اللي هي 7 و 8 و 9 و 10 و 6. بعدين اجيب ال x mean. ال x mean السم بتاعهم over النمبر، يعني 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 6، كل ده over النمبر بتاعهم 5. كل ده هيطلع لك ب 8. يبقى كل مرة هعمل minus 8، يبقى 7 minus 8 هتبقى 1 negative 1. لما اعملها باور 2 هتبقى 1. 8 minus 8 0 باور 2 0. 9 minus 8 1 باور 2 هتبقى 1. 10 minus 8 هتبقى 2 باور 2 هتبقى 4. 6 minus 8 negative 2 باور 2 هتبقى 4. واعمل لهم total او sum، هعمل لكل ده بلس هيبقى 10. وانا عايزه اجيب الستاندرد ديفيشن، انا جبت arithmetic mean فاضل اجيب الستاندرد ديفيشن. هعمل سكوير روت اللي هي السيجما equal سكوير روت اللي انا طلعته اللي هي 10 دي divided النمبر بتاع الفاليوز بتاعتي هتبقى 5. كل ده يبقى سكوير روت اوف 2. اوكي، هنشوف ايه اللي بعده. If A and 6 and B and 45 are 4 positive quantities are continued proportional. يعني ايه continued؟ يعني انا لما اجي احلها هعمل A over 6 equal 6 over B equal B over 54، واجيب ال unknown اللي عندي. يعني عاوزة اجيب A هتبقى ده times ده، مش هعرف اجيب ال A الاول، هجيب ال B الاول. يبقى B times B هتبقى B power 2 equal 6 times 54 اللي هي هتبقى 324، وعملها سكوير روت هتبقى ب 18. هكتب مكان ال B دي هتبقى 18 مكانها، واروح جايب ال A، يبقى 6 times 6 over 18، واشوف هتطلع بكام. تطلع 2، يبقى ال A ب 2 وال B 18. طيب تعالى نشوف اللي بعديها. B is the middle proportional between A and B C. فانا كل اللي هعمله هعمل A over B equal continued برضه B over C equal M. يعني انت عارف البوكس بتاعنا هيبقى B equal CM و A equal CM power 2. وهشتغل ال left hand side و right hand side. left hand side A power 2 يعني CM power 2 all power 2 بلس ال B عندك CM all power 2، ال B برضو CM all power 2 بلس ال C power 2 زي ما هي.
هبدأ اوزع الباور، هتبقى c باور 2 m باور 4 بلس c باور 2 m باور 2 وتحت c باور 2 m باور 2 بلس c باور 2. هاخد هنا common factor c باور 2 m باور 2 هيتبقى m باور 2 بلس 1 وتحت برضو هاخد c باور 2 common factor هيتبقى m باور 2 بلس 1. هبدأ اكنسل اللي شبه بعض، c باور 2 مع c باور 2 ال m باور 2 بلس 1 مع ال m باور 2 بلس 1 هيبقى equal كل ده m باور 2. تعال نخش على right hand side. نفس الكلام هنعمل ايه؟ هشيل ال a واكتب مكانها c m باور 2 على c، دي هتروح مع دي يبقى m باور 2. يبقى بكده ال left hand side equal right hand side وكده بقى وقد بعض. اوكي يا رب تكون سهلة عليكم. تعال نخش على اللي بعديها. هنا بيقول لي if 2 الفانكشن دي 2x minus 3 وعايز ال value of the k if f of k equal 5. طيب يعني انا هشيل كل x واكتب مكانها k والايكوال بتاعنا 5، يعني 2k minus 3 equal 5. هبدأ اجيب ال k عادي جدا، يبقى 2k equal 3 5 8 بعدين اعمل divided by 2 يبقى ال k equal 4. اوكي يا رب تكون سهلة عليكم. تعالى number 12 بيقولي which find the number which is added يعني هعمله بلس. البلس لمين بقى؟ للنمبرز دي عشان يبقوا proportional. فانا هعمل x بلس 3 على x بلس 5 هكمل x بلس 8 على x بلس 12 وابدأ اعمل سيزر شوية، يعني x بلس 3 times x بلس 12 equal الناحية التانية x بلس 8 على x بلس 5. يلا ابدأ اعمل distribution، هتبقى x باور 2 بلس 12x بعد كده 3x اعمل distribution لدي بلس 36. نفس الكلام هناك x باور 2 5x بلس 8x بلس 40. نفس الكلام بالظبط. هتكنسل اللي شبه بعض من الناحية دي والناحية دي كنسلوا خلاص. ابدأ اعمل collect like terms، ال like terms يتعملوا بلس مع بعض يبقى هي 15x بلس 36 الناحية التانية هيبقى 13x بلس 40. يلا اعمل switch، جيب دي هنا ودي هنا بالنيجاتيف بعكس الساين يبقى 15x minus 13x equal 40 minus 36. طيب يعني 15 minus 13 هتبقى 2x وهنا equal 4 divided by 2 يبقى ال x equal 2. يبقى النمبر اللي هعمله add هيبقى 2. اوكي يا رب تكونوا استوعبتوها وبقت سهلة عليكم. اللي بعديها هقول لكم فكرتها وانتوا بقى ايه هتكملوا النمبرز لان النمبرز هتطلع كتير جدا. اول حاجة لما يديني تيبل كده في frequency distribution، اول حاجة بنقل الاكسات دي واكتبها هنا. طبعا مش هديك التيبل اللي تحت، انت اللي بتعمله 5 والفريكوانسي اللي هما الكي او الاف سميهم باي حاجة تعجبك 3 5 6 3 2. بعدين بعمل x times f اعمل لهم times وبعدين اجيب الاكس مين يبقى دي هتبقى 0 بعدين 3 10 18 12 بعد كده دول 10 والسمشن بتاعهم طبعا انت عارف هيبقى السم بتاعهم. هجيب السم اللي هنا والسم اللي هنا فيبقى السم هنا 20 والسم اللي هنا 53 هعملهم بلس كلهم واجيب اكس مين هعمل ده على ده 53 over 20. اوكي هتطلع بالديسيمال هتطلع 2 point حاجة 2.65 وكل ما ببدأ اعمل الاكس دي minus 2.25 اهي 65 سوري بعدين بعملها باور 2 بعدين بعملها تايمز الكي واللي يطلع اعمل لهم سمشن في الاخر واجيب السيجما هتبقى السمشن بتاع اخر كولوم اللي هو x minus x مين باور 2 تايمز k على السم اوف k.
ماشي، يعني ده على ال20 تحت روت وتطلع. اوكي، اللي بعديها هنا بيقول لي عايز الفيلوسيتي. ان الفيلوسيتي is which is the water exhausts from hose nozzle varied inversely. ده اللي يهمنا ان هي varied inversely مع square of the radius. خد بالك square of the radius، يعني الفيلوسيتي inversely يعني اكيد هتبقى تحت، square of the radius يعني r power 2. يعني ممكن اكتبها in other form، يبقى v equal m على r power 2. هحط ال v بكام؟ ب5 equal ال m الكونستانت اللي انا عايزه اجيبه على r اللي هي 3 بس هعملها باور 2، واطلع ال m الكونستانت of proportional بتاعي هيبقى 5 times 9 5 times 9 45، واكتب ال equation بتاعتي ان هي v equal 45 over radius باور 2. قال لي هحط radius بكام؟ ب 2.5، يبقى ال velocity هتبقى 45 على 2.5 ما تنساش باور 2، هتطلع على طول ب 7.2 سنتيمتر بير سكند. وخلصت على كده. تمام، نكتفي بهذا القدر. لو الكلام حاسينه صعب حاول تحل تاني، بس هو الكلام سهل خالص. بالتوفيق ليكم يا شباب، ومعذرة على صوتي بس عشان انا تعبانة شوية. تابعوني، هحل تقييمات تانية ان شاء الله، وبالتوفيق وسلام.